ذكريات رمضان زمان. افتكر يوم اعلان رؤية هلال رمضان لما كنا بنقعد مترقبين ومتحمسين قوي قدام التلفزيون. كانت قلوبنا بتدق بفرح لما يتم الانتقال الى اذاعة خارجية من دار الافتاء المصرية لاعلان الرؤية. بنتمنى من قلوبنا ان يكون رمضان بكرة. لما كان بيتأكد ثبوت رؤية الهلال ننزل نجري في الشارع ونحتفل على طريقتنا الخاصة، نضرب البوم، نولع الصواريخ، نلعب بالفوانيس الصاج اللي ازازها ملون وجواها الشمعة المنورة، قبل زمن الفوانيس الصيني البلاستيك اللي ليها اشكال عجيبة واللي بتشتغل بالحجر وتغني اغاني المطربين مش مصريين وكلمات ملهاش علاقة برمضان، وكأن في تشويه متعمد لهويتنا وتراثنا، لغاية ما بقينا أمة من غير حاضر نفتخر بيه زي ما كنا بنفتخر بماضينا. وكنا نقعد نردد أغاني رمضان زمان زي رمضان جانا، وحوي يا وحوي أيوحة، واللي ما كنتش أعرف وقتها معنى كلامها لغاية ما كبرت وعرفت إن هي كلمات بلغة المصريون القدماء كانوا بيقولوها وقت رؤيتهم للهلال، ومعناها أهلا بالقمر الجديد. بعدها نرجع للبيت، البنات تلبس الحجاب والولاد يلبسوا الجلابية البيضاء والطاقية اللي كانت فيها ثقوب علشان نروح مع أهالينا الجامع ونصلي العشاء وأول صلاة التراويح ليلة رمضان. كانت التراويح راحة لنفوسنا المشتاقة لرمضان، ما كناش بنتعب ولا بنمل من كتر الركعات بتاعتها وطول وقتها، وده اللي خلانا نطلع ونكبر على حب الصلاة ونتعلق بالجوامع ونحب نصلي فيها. ربنا يرحم أبائنا وأمهاتنا اللي ربونا على كده ويجعلها في ميزان حسناتهم، ويبارك في عمر كل أم وأب مليين حياة أولادهم بالبركة والخير. رمضان زمان أحلى.